السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعت ما قاله عياض للرجل؟ ها؟ عياض. ماذا به عياض؟ رد حاجة رجل جاء يخاصم أخاه. وكيف يخاصم أباه وقد مات؟ أخاه عبد الله. سمعتك. ماذا به أخوه؟ صلخض. ها؟ صلخض يريد أن يخاصمه. صرمد يريد أن يحطمه؟ لماذا؟ لا عليك، أتريد كأسا أخرى من شراب الورد؟ أيها الغبي، كيف أشعر بالبرد في هذا الحر القاتل؟ أجننت يا معروف؟ أجل، مجنون، لأني أجالس رجلا خرفا ثرثارا أطرشا. معروف، أين هو ذاهب؟ يا له من رجل بخيل، منذ الصباح لم يعزم علي بشراب ولا طعام. سبحان الله، كيف يتبدل الناس. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. فعن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بقدر ما أسمع من حجته. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذه دار القضاء مفتوحة لكم جميعا، أحكم فيها بشرع الله، فمن رأى فيكم من كتاب الله تعالى ومن حديث رسوله الكريم ما يخالف قولي فليقومني، فأنا لم أحز على العلوم كلها. ألا تكل من تكرار هذا أيها القاضي؟ لقد حفظناه ونذكره صبح مساء. إنما أذكر نفسي لا أنتم. من كان له الحق لا ينسى، من ينسى هو من وكل بحقوق الناس، فيرى الناس بين يديه وينسى وقوفه بين يدي الله. يحاسب الناس على ما فعلوا وينسى أنه محاسب. يأخذ من هذا ويعطي ذاك، وينسى أنه يكيل لنفسه قبل غيره ناراً تطوقه يوم القيامة. شاركت عبد الله في قافلة توابل، واتفقنا على أن أدفع ثمنها أنا، وهو يبيعها على مدار حول كامل. فلما انتهى الحول جاء يعيد إلي ثلثها، لأن الحول انتهى والبضاعة لم تبع كلها، وأنا لا أملك دكانا لبيعها ولا مكانا أخزنها فيه. وهل اتفقتما على أن ما تبقى منها بعد الحول يأخذه هو ويدفع ثمنها؟ لا، فلم نظن بأنها لن تباع بعد الحول. وأنت يا عبد الله ما ردك عليه؟ أنت تعرف التجارة يا أخي. هنا أنا قاض وأنت خصم، فلا تخاطبني بقرابة لا تصح بما نحن فيه. عذرا أيها القاضي، خصمي لم يكذب، ولكن الاتفاق معي كان على حول لا أكثر، وأنا الآن أريد مكان البضاعة لأضع فيه غيرها، وهذه البضاعة بضاعته، ولا يصح أن يجبرني على أخذها بعد انتهاء المدة التي اتفقنا عليها. وهل اتفقتما على أن ما يزيد منها يرد له؟ لم نفعل ولم نفكر في ذلك حينها. كان عليكما التفكير في هذا والاتفاق عليه منذ بادئ الأمر، فكما يأمل ابن آدم الربح وينتظره، فعليه ألا ينسى الخسارة ويحسب حسابها، حتى لا يقع وغيره في المحرمات ويأكل الشريك شريكا.
اسمع يا عبد الله، شريكك لا يملك مكانا ولا دكانا ليضع البضاعة فيه، فإذا أخذها هو كسبت أنت من ثلثي تجارتكما وخسر هو من رأس ماله. أما إن حملتها عنه برأس مالها كسب هو من ثلثي تجارتكما ولن تخسر أنت حتى ولو بعتها برأس مالها. إذن فالأولى أن تأخذها عنه وتدفع ثمنها. يا عبد الله، أنت تاجر تملك المكان والمخزن ولك خبرة في البيع والشراء. ها، أيرضيكما هذا؟ أنا لا أطمع بغير هذا. وأنا لا أمانع، ولكني وضعت مالي في تجارة جديدة ولا أملك ثمن بضاعته. أنتظرك حتى تجمع. بل تتفقان على أجل مسمى لا يخلف به أحدكما فترجعان إلي مختصمين، وتتفقان أيضا على أن هذه المدة يكون فيها المال دينا أم شراكة، فلعله يبيع منها ويربح. بل دينا، وبارك الله له بما يربح. وأنا سأرد لك بعضا من ثمنها الآن، والباقي بعد شهرين إن شاء الله. عظيم. أيها الكاتب، اكتب هذا في كتابين وليأخذ كل منهما كتابه معه. أسرحوا! هيا! تنحي عن طريق الأميرة أخت أمير المؤمنين. متى كانت الطرق تخص الأمراء دون العامة؟ عاقل أنت أم مجنون؟ أنا عبد الله محمد بن تومر. سمعت عنك وعن علمك وفضلك، ووالله لولا هذا ما غفرنا لك. تتجرئين على عصيان الله وتستنكرين تجرؤي عليك؟ وبماذا عصيت الله؟ تخرج الأميرة مسفرة عن وجهها وتخالط الرجال ثم تسأل بما عصت الله. أزلي خمارك يا امرأة وعودي إلى خبائك. ويحك، أأكشف إلا ما أباح الله لي بكشفه؟ أليس في كشف وجوهكن وظهوركن بين الناس فتنة للرجال والنساء معا؟ أما الرجال فتقصد الذين لا يغضون من أبصارهم، فهؤلاء لن تمنعهم الحرة ولو تكللت بالسواد من تتبع مفاتنها. وأما عن النساء فكيف نكون فتنة لهن؟ بأن يفعلن ما فعلتن ويزدن عليه. ذاك قولك، وللعلماء قول آخر غير قولك. بل هو قول الله. وما علماؤك إلا متمسح يرائي أو جاهل مدع. هينصرفن من هنا وكفى ما تفعلنه في القصور. فلا والله لا نسكت هنا، ولا يرانا الله نرى المنكر ولا ننكره، ونشهد عصيانه ولا نقومه. هيا! هيا! ألم تغالي مع الأميرة؟ أما كان يجب أن تنصحها؟ اسمع يا صاحبي، حين تسقط ورقة شجر على سطح الماء ماذا يحدث؟ بالكاد تحركه. أما حين ترميه بحجر فإن الماء يضطرب ويخلف وراءه أمواجاً تترامى للبعيد. إذا ما فعلته لم يكن من باب النصيحة. النصيحة لمن فيه أمل بإصلاحه، أما هؤلاء فليس لهم سوى السيف. أليس فيما فعله ابن تومر امتثالاً لشرع الله؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وحتى إن كان ابن تومرت على حق
فلا يجوز لنا أن نقوم الباطل بالغلظة والقسوة قبل النصيحة واللين. ولهذا أمرنا الإسلام ألا نشهر السيف حتى ندعو بالتي هي أحسن، فربما يكون العاصي ناسياً أو جاهلاً، أو يكون الشيطان قد غرر به، فهل نعين الشيطان عليه أم ننازعه فيه وننزعه منه؟ لعمري إن الإنسان هو من يفتح باب الشيطان إلى نفسه ويمكنه منها. هذا صحيح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فماذا عمن لم تردعه النصيحة؟ أليس علينا تقويمه إن قدرنا عليه؟ هذا ليس لعامة الناس، وإنما لأولي الأمر والعلماء، وإلا قتل الناس بعضهم البعض في شبهات وظن ليسوا عليه في شيء. فماذا إن كان أولو الأمر على ضلالة؟ حين يبايع المسلمون أميراً عليهم فلا يحق لهم الخروج عليه ما لم يبدر منه كفر بواح، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع. وإلا لو جعل كل واحد منا من نفسه حاكماً يحاكم الناس حتى وإن كان على حق وهم على باطل لعمت الفوضى وفسد الخلق وضاعت الحقوق. ونرى الظلم والمعصية ونسكت؟ اسمع يا أخي، كثير من الناس يخلطون في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يغيره بيده هو الراعي، فإن كان رجلاً فرعيته أهل بيته، وإن كان حاكماً فرعيته عامة الناس من المسلمين وغير المسلمين. وأما من يغيره بلسانه فهم العلماء، من حفظوا القرآن والسنة وتعلموا الفقه وأحكام الدين بفروعه وأصوله، وهؤلاء لهم النصيحة والمحاججة حتى يظهروا الحق على الباطل. أما القلب فهو لعامة الناس من الذين لا يملكون سلطاناً على من هم معهم سواء، ولا يملكون أيضاً العلم ليحكموا به ويحاججوا ويبينوا. أوليس ابن تومرت عالماً حاجج العلماء وهزمهم؟ ابن تومرت عالم جليل فتح الله عليه وكرمه، فإن ابتغى وجه الله في علمه جزاه الله خيراً أضعافاً مضاعفة. أما إن أراد الدنيا واتبع هواه فيها فعليه إثمه وإثم من اتبعه. فوالله إصلاح ذات البين ووحدة صف المسلمين ووأد الفتنة أولى من محاربة المعصية، فإن المعصية وبال على صاحبها، أما الفتنة فهي سفك للدماء وهتك للأعراض وضياع للحقوق. الفتنة تحرق البلاد وتطمع الأعداء وتنشر الفساد، فهل نصلح الفساد بفساد أعظم خطراً وأكثر بلاءً؟